خوت، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا ناشطين وفرحانين. راني في واحد القطعه ديال الارض اللي كنت هضرت لكم عليها شحال هادي، يعني كنت درت عليها فيديو العام اللي فات وقلت لكم ان شاء الله تعالى بقينا بالحياه، يعني السنه الجايه غادي نخدمها وما نخليهاش كما تشوفوا مهموله، وغادي نديرها بالفصه. هاد البياسه هادي دخلت لها تراكتور يخدمها، ضربها بالطباصل، نضربها وعاودها. ودابا ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا لها شي 3 ديال الدراري ولا 4، وغادي نحوطوها ونزرعوها ان شاء الله تعالى بالفصة. كما تشوفوا البلاد هي هذه من هنا وغاديه، ومازال غاديه على الجهه ديال التحت. الحمد لله الماء موجود، وفي نفس الوقت غادي ندير المكله للكسيبه يعني البقر، وفي نفس الوقت كيستافد منها الرمان. كما تشوفوا الرمان كاين شي حبات ديال التشين، يعني كلشي غادي يولي يعيش وكلشي غادي يولي يتخدم ان شاء الله تعالى. دابا اللي خصنا نديرو، خصنا نحوطوها، نديرو لها الحواض. الماء الحمد لله كاين موجود، ونزرعوا الفصه ديالنا ونتكلوا على ربي، وان شاء الله ربي يجيب الخير. يلا عاوتاني تنحوطوها باش تشوفوا. غادي نشارك معكم كلشي ان شاء الله تعالى، الطريقه كيفاش حوطناها، كيفاش نسقيوها، كيفاش نزرعوها، باش حتى اللي بغى يتكل على ربي يقول بسم الله. الخوت كما كتشوفوا هذا السطل هذا، هي كتبان فيه الحب ديال الزريعه ديال الفصه. هنا باش كنكونوا نزرعوها في الحواض ما تجيناش قويه. وشنو نديروا لها؟ كنخلطوها مع الرمله، وماذا بكم الرمله تكون فازقه شويه كما كتشوفوا هكذا. هنا كتخلط الزريعه مع الرمله. كما تشوفوا انا في يدي كمشه ديال الرمله، ولكن فيها حباس ديال الزريعه. كل ما كتخويها كتجبر الزريعه لداخل. يعني هذه الرمله كتساعد باش انها الزريعه تجي مزيانه، ما تجيش قويه بزاف وما تجيش خفيفه بزاف. شنو غادي نديروا لها دابا؟ غادي نديوها للحواض ونزرعوها. الاخوان كما كتشوفوا هي البلاد حوضناها كامله، وراكم كتشوفوا ليه هما كاينين الدراري تما اللي كيحوطوا لي، هما غاديين قدامي وانا جاي موراهم كنزرع وكنسقي. ها هو البلاصه اللي كنزرعها كنطلق فيها الماء، باش ماشي نزرعها وتبقى مزروعه في الارض والارض يابسه وهادي، غير البلاصه اللي زرعتها كنطلق فيها الماء. دابا هذاك اللي ملهيه راها جايه كاع مسقيه كما كتشوفوا. هنا ها انا سقيت هذا ثاني، وراني سقيت هذا. هذوك اللي كتشوفوا ليه في داك الظل ديال الزيتونه غادي راه مزروعه. حاليا دابا كنزرع عاوتاني البياسه هذه من هنا ونمشي معاها هكذا كما كتشوفوا. هادو السواقي ان شاء الله تعالى يكون غير الخير. الاخوان كما كتشوفوا بعد هنا راني كنزرع دابا، وكنزرع كندير المدرة كنخلط بها بحال كيف ما هكذا، لان كاين اللي كيستعمل الراطو. بصح نصيحه من عندي انا، المدرة احسن من الراطو، لان الراطو فاش كتجبد عنده سنان صغار كيبقى يجمع لك الزريعه. ملي كتنبت الفصه كتلقى فيها زريعه دايره بالخطوط. المدرة لا، كما كتشوفوا السنين ديالها كبار، كتقلب الارض يعني كتضرب هكا وكتعاود العكس. كتحرك هذيك، كتحرك هذاك التراب اللي هو مصوب مزيان، والزريعه كتهبط. زائد ملي كتعاود تطلق الماء كما كتشوفوا ليه، هذا الطوب اللي كتشوفوا هنا كيفسى بالماء وكيعاود يتفتت، يعني كيريب، كيولي هذيك الحبه اللي كتفلت كتبقى من فوق هذيك الفصه، كتدخل عليها الماء صافي كيريب هذيك الطوب وكتعاود تطمر كلش. وهذه هي الطريقه ديال الزريعه، وكيخصك تقابلها بالماء مزيان، يعني ما تخليش الارض تيبس عليها، تكون الارض ديما فازقه كيما هكذا. انا راه بديت من الجهه هذه وغادي ان شاء الله تعالى كي نوصل بالزريعه والسقي للقاع ديالها، غادي نعاود نبدي ثاني من الراس، لان غادي تكون عند واحد اليومين ولا 3 ايام، لان التسقوه الاولى كتكون صعيبه، الماء ما كيبغيش يمشي.
اما السخوه الثانيه والثالثه صافي كتولي الارض شربات الماء. كتولي التراب هذاك اللي كيكون طالع كيولي يهز لتحت، كيولي الماء يمشي في الحوض بسهوله. الخوت الحمد لله الفصه ديالنا رانا زرعناها، وحاليا دابا راها نبتات كنقابلوها بالماء. غير هي وقت ما كتكون داير شي تخطيط وفرحان ليه بانه صافي راه غادي مزيان، كتخرج لك واحد العقبه من العقبات. بصح هاد العقبه اللي كتخرج لك ما خصهاش تخليك تفشل، وخصك تكمل. انا من بعد ما زرعت هاد الفصه كامله كما كتشوفوا دابا راني كنسقي، وكنتمنى لان الجو محروق بالشمس ما كيبانش. دابا راها نابته. المهم غنحاول نوريكم. ها كما كتشوفوا دابا راه نابته، ها هو كيفين كيبان الحب ديال الفصه. العقبه اللي خرجت لي انا وهي انني كي زرعت الفصه كامله وسقيتها السقوه الاولى، الموتور تحرق لي. الموتور باش كنسقي تحرق لي وديته باش نصلحو، بصح كان غيدي لي واحد شويه ديال الوقت، واحد 4 ايام ولا 5 ايام، وهي كان خصها واقفه على السقا. انا باش ما نضيعهاش مشيت عاوتاني شريت موتور واحد اخر ثاني وجديد باش نديبانيها هي تكبر شويه، وفي نفس الوقت راه غادي نخدم به ونستافد منه. انا غادي نوريكم الفصه نبتات باش تبان لكم مزيان، لان كما كتشوفوا هو الماء كاين. هاد الجهه هادي من هنا وسير لتحت هادي كلها راه تسقات، بقات لي هاد الجهه هادي من هنا وطلع الفوق. راني في وسط النهار، راني شايف موراي كنشوف الارض ما كتبانش مزيان لان الشمس والاشعه مأثره على الفيديو، داكشي علاش ما كتبانش. غادي نحاول ما يمكن باش نقلب الكاميرا باش نوريكم الفصه كيفاش نابته. الخوت كما كتشوفوا هذه هي الفصه ديالنا. الحمد لله الزريعه راه سقات مزيانه. اللي خصنا دابا نقابلوها بالماء، ومن بعد تزيد لي واحد شويه نديرو لها لانغري باش يزيد لها شويه ديال الجهد باش نوجدوها، لان هاد الفتره هادي صعيبه. هاد الفتره هادي صعيبه علاش؟ لان خصك تقابلها باش دير الجذوره، لان هكا تقدر يمشي عليها الماء غير شويه واحد السيمانه ولا هادي تعاود تحرق كامله. هذا علاش راني مقابلها بالماء. وكيف ما قلت لكم فهاد كتشوفها بحال ضعيفه شويه، لان روطلت عليها. ما كنت كنتسنى الموتور هذا كيتصلح، ما كي لقيتو غادي يطول لي شويه ولا هادي، عاد شريت واحد اخر جديد باش انه باش نديباني به. ماشي نديباني به يعني باش نكمل على الخدمه اللي ضربتها مارا وخسرت عليها الفلوس باش درت الخدامه والزريعه وهادي، وماشي نجي حتى الاخر ونخليها تضيع. شريت لها موتور باش نكمل عليها تكبر، وبما يوجد الاخر يكونوا عندي الريزيرف، يكون عندي جوج ديال المواطر باش الا ضاع واحد يكون واحد خدام. ونقطه واحده اخرى، الواحد يبدا ما تسناش تكون عندك فلوس بزاف باش انك تبدا مشروع. حاول ما امكن تبدا بالامكانيات اللي عندك وداكشي اللي عندك واجد. الخوت هاد الفيديوهات كنديرهم انا ماشي على اساس باش انني نتخلص من اليوتيوب ولا انني نصور فيهم فلوس، وانما هاد الفيديوهات كنديرهم بالنيه ديال اني نحفز كل واحد ونزرع واحد الطاقه ايجابيه في كل واحد بغى يتكل على ربي. ماشي كنقول لكم يعني مهندس سماح في الهندسه ديالك واجي للفلاحه. كنحاول ما امكن نوصل للناس بان كل واحد يبدع في الدومين اللي هو فيه. انت خدام في الفلاحه حاول ما امكن تجتهد وابتكر شي طريقه باش انك توصل. ماشي تجي تلقى والديك مثلا كانوا غادي في واحد السيستم، خدم وكل وسير في حالك، وحتى انت دير نفس السيناريو ديالهم. لا، لان بزاف ديال الناس المنطقه اللي انا فيها كيقول لك اودي راه الوقت عيانه وما كاين ما يدار، وهذه بالعكس خصك انت تفكر وتخلق شي حاجه اللي تخلي يكون ما يدار. ونقطه واحده اخرى، الواحد يبدا ما تسناش تكون عندك فلوس بزاف باش انك تبدا مشروع. حاول ما امكن تبدا بالامكانيات اللي عندك وداكشي اللي عندك واجد. العيب وهو انني تقول خصني وخصني 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 خصني حتى ندير، خصني حتى ندير، خصني حتى ندير. هذيك راه ما عمرك دير شي حاجه. الحاجه اللي خص تكون عندك العزيمه وتكون عندك واحد القوه وتبغي داكشي اللي انت غادي تدخل تخدم فيه. مثلا تقدر دير الكسيبه، تقدر دير مثلا الزراعه، تقدر دير الخضروات، تقدر دير اي حاجه خصك تخدمها بحب. واول حاجه واهم حاجه هو انك دير واحد التخطيط اللي يخدم لك مع الوقت. اما الا شفت راسك التخطيط ديالك ما كيخدملكش حتى 24 ساعه، عرف بان التخطيط ديالك ما يخدملكش حتى في الحياه ديالك كامله. لان الا كنت كتقرر واحد القرارات ملي كتبغي تنعس، غدا شنو ندير شنو ندير شنو ندير، وغدا ما دير حتى حاجه من ديك القرارات هذيك، عرف راسك بانك راك ما غادي دير حتى شي حاجه وما غاديش توصل لشي حاجه. حاول ما امكن تركز على الهدف ديالك. وممكن انك تبدا في الهدف ديالك وتفشل، ولكن ملي تفشل حاول ما امكن تستعمل هذيك النقطه قوه. ماشي انك فشلت صافي سالت الحياه ومن بعد نعاود صافي نسمح في كلش، وهذه بالعكس.
مهما كانت العقبه اللي غتلقاك في الحياه، حاول ما امكن تتاقلم معها وتعتبرها بان داك امتحان من الله سبحانه وتعالى كيختبرك به، وغتخطاها وغتولي تعيش حياتك. اي حاجه جاتك في الدنيا كتشوفها بان غلباتك او كتشوفها بان راه واحد العقبه عندك انت، غتحاول تستعملها بانها نقطه قوه، وقول بان الله سبحانه وتعالى اختبرني باش انني يعطيني شي حاجه ما احسن. حاول ما يمكن تزرع هاد الافكار في العقل ديالك، وكون على يقين بانك راك غادي توصل داكشي اللي بغيت، وراك انك غادي تحقق الاهداف ديالك. وهذا مثال كينطبق عليا انا ظروفي عالم بها غير انا والله سبحانه وتعالى والمحيط اللي داير بيا. بديت ماشي من الزيرو، بديت شي حاجه اقل من الزيرو بزاف ديال الدرجات، ولكن الان الحمد لله ماشي راني نجحت، مازال ما وصلتش للهدف ديالي، لان الاهداف في الدنيا ما كيساليوش. وانما كنحس براسي الا جيت نقيم غادي نلقى عندي واحد 4 ديال النقاط من 10. الحاجه اللي بغيت نوصل لاي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا، بغيت كل واحد يجتهد، كل واحد يتكل على ربي ويقول راه كاين ما يدار، ويحاول ما امكن يخلق هو شي حاجه اللي تناسبه واللي يخدم فيها واللي يعطي فيها اكثر، واللي حتى هي تستجب معاه وتعاود ترد له داك الثمره اللي كيضرب هو. واهم حاجه من هادشي كامل، قبل ما تنطلق في اي حاجه دير التخطيط ديالك وتوكل على الله سبحانه وتعالى، لان من يتوكل على الله فالله حسبه، وغادي يكون معاه وغادي يرزقه البركه في جميع الحوايج اللي غادي يخدم فيهم. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله تعالى.